السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ أم محمد البسكري. رمضان مبارك وصيام مقبول إن شاء الله. اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفة نتاع المثوم بطريقة مبسطة وناجحة. والمثوم هذا البنات كما طلبتوه مني، هذا المثوم تاع زمان اللي ما درتش فيه البصلة في لاصوص نتاعو، وراح يجيكم ثاني خاثر كما تحبوه، كما الوصفة يعني تاع جداتكم وجداتنا تاع بكري. خلاص نبدأ مباشرة بالوصفة. عندي هنا كمية تاع لحم مفروم، أنا استعملت هنا الفيونداشي تاع بقري، وعندي هنايا لي زيبيس، عندي 4 فصوص ثوم، عندي 2 مغارف شابلوغ، عندي هنا الكيري، عندي زنجبيل، عندي راس الحانوت، عندي كركم، شوية لاصوص بلونش وشوية ثوم مجفف، وعندي شوية على راس المغرف قرفة والملح والثوم طبعا. وعندي هنايا ثاني 3 فصوص ثوم اخرين اللي راح ندير بهم لاصوص. وعندي راس تاع بصله صغير قطعته ثاني مربعات صغيره خلاص، اللي راح نداوي به الفيونداشي تاعي. مانيش راح ندير البصله في المرقه، درتها فقط في الفيونداشي باش شويه يزكينا يعني الكميه. هنا راح نكب في بول اللي راح نخلط فيه، نكب هذيك الفيونداشي نتاعي، وراح نزيدو لي زيبيس اللي كنت ذكرتها معاكم، نزيدو الثوم، نزيدو شابلوغ، نزيدو لي زيبيس كامل. وانا استعملت البنات هذو، ماشي اوبليجي عليك تستعملي نفس لي زيبيس اللي درتهم انايا. تقدري يعني تستعملي لي زيبيس تاع لاصوص بلونش، يعني المرقه البيضاء اللي تحبي تيا موالفه طيبيهم تقدري تستعمليهم. انا يعني عطيتك الطريقه اللي نستعملها انا، وتجي يعني البنه روعه روعه. وزدت عليهم البصله والثوم ولي زيبيس كما شفتوا كل شيء. وراح نبدا دوكا نخلط، يعني ندخل هذيك المكونات مليح، على الاقل يعني نبقى نمرس فيه كما راكم تشوفوا، على الاقل دقيقه ولا زوج باش هذاك اللحم يتشرب هذيك لي زيبيس مليح. بعدها راح نبدا انايا ندير في الكويرات كما راني ندير هكا، يعني 20 غرام فقط، ما تكثروش، ما باش ما تجيش لي بول تاعكم كبار ياسر وما يجوكمش ثاني صغار ياسر، نديروهم متوسطين. وهذه البنات الوصفه تاع المثوم، جبت لكم الوصفه الاصليه يعني اللي تقدروا تستعملوها في المناسبات، تستعملوها في رمضان كما ذكرنا في رمضان الكريم ان شاء الله. يعني راح تفرحكم وتجيكم المرقه تاعو خاثره ويجي روعه روعه المثوم نتاعكم. هنا راني درت هذوك لي بول تاعي كامل، نحطهم بجنب البنات يبردوا شويه في الكونجيلاتور او 10 دقائق برك. ونجي هنايا راح نعاودوا لي زيبيس اللي ذكرتها معاكم في الاول. راس الحانوت، عندي هنا كزبر مرحي زياده، شويه كاري، شويه لاصوص بلونج، زنجبيل، ثوم مرحي مجفف، ملح، شويه قرفه مرحيه، وعندي هنايا 3 فصوص ثوم ومغرف زبده، يعني مغرف صغيره نص مغرف كبيره. الا درتي بالمغرف الصغيره ديري مغرف، والا درتي بالمغرف الكبيره ديري نص مغرف فقط. هنا عندي في طنجره شعلت عليها النار، راهي نخدم على نار متوسطه البنات، ما نديرش نار قويه باه تجيني البرمه نتاعي يعني والبنه نتاع المثوم نتاعي يطيب على نار قليله. نذوب هذاك الزبده مع الزيت ونحمر فيه هذاك الدجاج نتاعي، يعني يجي بنه راكم تعرفوا. يعني الماكله كي نطيبوها على نار قليله ما تجيش كيما طيب على نار قويه، البنه نتاع التقليه تاعكم تجي على نار قليله. يعني اللي حابه تجيها البرمه نتاعها بنينه والناس تحير في ماكلتها، طيبي ديما على نار قليله خلاص، ولا متوسطه جامي طيبي على نار تكون قويه. البنه نتاعك ماشي راح تجي بنينه وتحرق لك ثاني امامطو البرمه نتاعك. نحط انا هذاك الكويس، تحبي هي الوصفه الاصليه البنات تجيب باللحم الغنمي، تجي يعني روعه روعه. تحمريه الى عندك الغنمي، لوحي الغنمي في بلاصه الدجاج، ما عندكش ديري الدجاج كما درت انايا، يعني طريقه مبسطه وكامل تقدروا ديروها. سيرتو دوكا راه الغلا وما كانش اللي راه يعني قادر يشري اللحم وكل شيء، كل واحد يطيب زعما على مقدوره. هنا بعد ما حمرت هذاك الكويس مليح مليح في هذيك الزبده حوالي 10 دقائق، وانا نحمر فيه يعني يطيب نص طيب في ذاك الزيت حتى يتحمص مليح بين الزيت والزبده هذيك، وتحسيه حمار هذاك الكويسه تاعك. نلوح عليه الثوم نلوحو غير نقليه شويه برك البنات باش ما يحرقليش، ونزيدو لي زيبيس نزيد نحمرو شويه، ونكون حاطه الماء سخون يكون يغلي البنات نمرق بيه
ثاني البرمان تاعنا لا حبيتو ماكلتكم تجي بنينه ديما امرقي بالماء السخون، ما تمرقيش بالماء البارد. ونزيد نحرك شويه هذاك لي زيبيس مع الدجاج حتى تهز الغليه ونغطي عليها. انا عندي البنات هنا الحمص طايب، الا كان الحمص تاعك ماشي طايب حطي كبيه في هذه المرحله هنا قبل ما تقفلي على الطنجره تاعك. الا كان طايب ما تكبيهش، انا الحمص تاعي راه طايب على هكا ما كبيتوش. نقفل على الطنجره تاعي ونخليها طيب مليح على الاقل 10 دقائق، من 10 دقائق ل 15 دقيقه. بعدها نجيب هنايا مغرف تاع فرينه، نزيد لها شويه نتاع الماء ونخلطها. والبنات الا ما صفاتلكش مليح وقعدت لك الكعابر تاع الفرينه يعني الكريات هذوك ما ذابوش، صفي الفرينه نتاعك. هنا كي تشوفي الدجاج تاعك طاب يعني بقالو حوالي 10 دقائق على الطياب وطفي عليه، لوحي هذيك المغرف تاع الفرينه وحركيها شويه في المرقه نتاعك وانتي تكبي ابقاي خلطي باش ما تكورلكش الفرينه هذيك لاصوص. شوفوا هنا البنات كي كبيت هذيك الفرينه كيفاه خثارت. هنا علاه قلت لكم ما نديروش البصله باش ما تبقاش باينه باللي رانا دايرين البصله، والفرينه هي اللي تخثر لنا البرمان تاعنا وتعطيها بنه اخرى خلاص وما كاش اللي يفيق بك باللي راكي دايره فرينه في البرمان تاعك. هنا البنات كي تشوفي الكفته تاعك بدات يعني عفوا كي تشوفي الدجاج تاعك طاب يعني بقالو 10 دقائق برك وطفي عليه، جيبي هذاك الحمص كبيه عليه وزيديه لي بول تاع الفيونداشي اللي خدمناه مع بعضانا. وانا البنات بانت لي المرقه تاعي قليله ياسر وخثارت في كل قانون، زدتها شويه ما كيما شفتوني قبل ما نلوح الحمص ونلوح الفيونداشي ونخليها بعد ما ندير هذاك الفيونداشي تاعي والحمص ونحركها شويه نعاود نغطيها ونخليها مدة 10 دقائق فقط، خليها حتى يطيب هذاك لي بول تاعي ويزاد هذاك الدجاج ثاني يطيب والحمص يزيد يطيب ثاني شويه معاهم. وميمطو هذيك لاصوص تاعي راهي خثارت، شوفوا كيفاه جات ما شاء الله. هنا كلشي راه طاب، راح نزيدها شويه دبشه فقط من فوقه ونطفي عليها. شوفوا البنات نوري لكم هنا لاصوص تاعي كيفاه راهي خاثره، يعني ما فيها لا بصله لا والو وتجي ما شاء الله. يعني الوصفة درتها لكم سهلة، راح تستعملوها في مناسباتكم في الأعياد، تستعملوها يعني في العرس. يعني طبق هذا يعني طبق أصيل عاصمي، يعني راح تديروها في المناسبات كامل، وصفة ناجحة 100%. ونوري لكم هنايا في صحن التقديم، وشوفوا هنا كيف قدمتها جات يعني وصفة ما شاء الله. البنة ما نحكي لكمش، سيوها ورجعوا لي بالخبر. وما تنسوش البنات تخلوا لي جيم لا فيديو، ابوني هنا في القناة. وما بقى عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، وفي الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر. وما تنسوش البنات اللي راكم تجربوا في الوصفات تدخلوا قناة الفيسبوك تاعي عفوا وتعطوني نشوف التجارب تاعكم واللي راكم مفرحيني بزاف بزاف. ونقول لكم تهلاو في رواحكم، وفي الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر. سلام.